عندنا 6 نقاط، خسرانين 4 مباريات، نحاول نتقدم شويه. الحمد لله اليوم الشباب كانوا قد المسؤوليه، الله وفقنا، وكنا امل نقدم بس هديه حق اخونا مرحوم سالم، وان شاء الله يعني نكون قد المسؤوليه ونكمل ان شاء الله مشوار ان شاء الله. هدف مشكله النصر انه يكتب على سطر ويترك 3 سطور، فمتى النصر بيثبت في مستواه وبيثبت بنتائجه؟ احنا من بدينا الدوري يمكن تقريبا انتم شفتوا ما ثبتنا على تشكيله وحده، عندنا اصابات، عندنا توقف، تدري الفريق 14 لاعب جديد، فلازم يبغى لهم وقت لين ما يتجانسون. انا اقول الحمد لله، يعني احنا الفريق كان يؤدي من مباراه لمباراه، طور مستواه، وان شاء الله الدوري بعده طويل. مبروك هدف. متواصلين مع الكابتن طارق السكتيوي. كابتن طارق، هارد لك عن النتيجه، عجمان 0 من النقاط. عجمان لوين كابتن طارق؟ شو مشكله عجمان بالضبط؟ كنظن على انه ما نتحدوش على المشكله، حنا نسينا هذيك الصفحه من بعد مجيء المدرب الجديد. كنظن على ان كما شاف الجميع كاين واحد تحسن كبير وتحسن ملموس. كما نشوف حتى في هذه المقابله في البدايه كانت جيده، كانت صفوف مترصه. كنظن على ان مازال خصنا نخدموا من الناحيه اللي كيفاش كيتشجعنا الهدف. كنظن على انه كيصيب الفريق احباط، كيولي تفكك. كنظن على ان مع المده الفريق راه غادي في تحسن. كابتن طارق، انت كنت عائد من اصابه، نشاهدك في الاحتياط، يمكن شاهدنا الشوط الاول والشوط الثاني. الكابتن مدرب نادي عجمان احتاج حتى يتاخر بهدف ليدفع ويدعم صفوف الهجوم بكابتن طارق السكتيوي. ليش كابتن طارق في الاحتياط؟ لكن ما كيعرف الجميع، انا اسبوعين ما تدربتش وكانت عندي الم في الركبه ديالي. كنظن على ان كانت كما قلت لك في الاول كانت الجلوس نتاعي في الاحتياط من باب الا كان الفريق في حاجه، الشيء اللي حصل. شكرا كابتن طارق وهارد لك. متواصلين مشاهدينا الكرام مع الكابتن رضا. كابتن رضا يعطيك العافيه. هارد لك نتيجه مؤسفه بالنسبه لعجمان، 7 جولات و0 من النقاط. رضا، شو مشكله عجمان؟ هل في مشكله اداريه؟ هل في مشكله فنيه؟ ما يصير يعني الدوري شغال وانتم 0 من النقاط، صعبه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مبروك نادي النصر على هالفوز، قدموا مباراه طيبه. يمكن اللي يشوف المباراه ما يتوقع النتيجه، لان نحن من اول المباراه نحن ضاغطين، نحن ماسكين اللعب، لكن الجول اللي علينا اتوقع انه هالشوكه اللي قسمت ظهر البعير هاي ويا جول ثاني خلاص انتهت المباراه. اخر 5 دقائق واخر 7 دقائق ما قدرنا نعوض، لكن مشكله الفريق ان نحن ما نسجل. مشكله الفريق يقدم مباريات زي الورد، لكن ما تسجل، تضيع في المباراه. يمكن في الشوط الواحد ضيع يمكن 7 اجوال. هاي المشكله الوحيده، ما عندنا مشكله في اذا تضيع ويسجل عليك اكيد اذا ما تسجل يتسجل عليك. هاي كره قدم، كم بتلعب كم بتدافع، لكن لازم تستغل الفرص. اجوالهم من كور ميته، يعني الجول الاول شو بتقول، بس يعني الحمد لله الفريق يعني قدم مباراه طيبه، ما له من اللعيبه. حاولنا نرجع للمباراه، لكن قدر الله ما شاء فعل. نحاول نعوض في المباراه اللي عندنا. مباراه مهمه الاسبوع الجاي بعد 4 ايام ويا الاهلي. حاولنا نرجع للمباراه للدوري باسرع وقت، لان الفرق قاعده تفوز وقاعده تاخذ نقاط ونحن بعدنا ولا نقطه. نحاول نعوض صراحه. لازم نشد حيلنا شوي، لازم نقاتل، نحاول نظهر بصوره افضل. صح ان الفريق يقدم مباريات حلوه، لكن بعد لازم نقاتل في الملعب، لازم نسجل، لازم نتكاتف صراحه عشان نطلع من هالمأزق. رضا، نحن توقعنا ان عجمان يظهر بصوره مغايره. نحن ما نتحدث عن الاداء. اذا سالت اي عيماني بيقول لك انا ما اريد اداء، انا اريد نتيجه. نحن نتحدث ان عيمان قدر انه يكسب الزعيم ويخرجه من مسابقه كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدوله، وتوقعنا ان تكون نتيجه ايجابيه هذه المباراه، لكن اللي حدث العكس. انتم ما استغليتوا فوزكم بالكاس ايجابي. شوف، نحن من بعد مباراة العين كنا في معسكر، يعني من ثاني يوم العيد نحن في معسكر، والفريق كان حاط في باله انه يظهر بصورة طيبة، وهاللي بان في المباراة. يعني اللي يشوف المباراة يبين يعني فريق عمان قدم مباراة حلوة، يعني لين ما الجول الاول، ونحن كنا يعني نحن مسيطرين على المباراة. لكن مثل ما قلت لك هاي كرة قدم، يعني اذا ما تسجل، اذا بتضيع فرص من انفراد وبتضيع كروسات وتضيع فرص يعني محقق التسجيل، اكيد بيجي عليك جول نفس الجول الاول اللي يعني جول ما له داعي صراحه. يعني انا ما احمل حد الخساره كثر ما احملها نحن كلاعيبه. نحن نتحمل، لازم نرجع المباريات، لازم نشد حيلنا، لازم نقاتل اكثر حسب نطلع من هالدروب اللي نحن فيه صراحه. رضا الدوري شغال
وكل مباراه وكل فريق بتقابلونه بيكون اصعب من الثاني. انتم المباراه القادمه امام الاهلي، والاهلي فريق كبير وبطل الموسم الماضي، وبالتالي هي صعبه عليكم. شوف كل المباريات صعبه، خاصه الحين نحن في مؤخره الترتيب، باقي 5 جولات او 5 جولات، وكل المباريات صعبه بالنسبه لنا. الاهلي يمر بظروف يمكن اصعب عن ظروفنا، لكن افضل عنا في الترتيب، لكن مو بصعب ان نحن نقدم اذا لعبنا بقتال برجوله دخلنا المباراه بتركيز اعلى عن التركيز اليوم، ان شاء الله بنحقق نتيجه ايجابيه. بس بدون مهاجم كيف بتسجلون؟ ما عليه ان شاء الله، عندنا 4 ايام نحاول نعدل اوضاعنا. شكرا رضا، يعطيك العافيه وهارد لك. اذا هيثم الحمادي، هذا كان حديث الكابتن رضا عبد الهادي لاعب نادي عجمان. اعود لك الان. شكرا